على لسان أحد خواتي اليزيديات تخاطب جبل سنجار، تقول له مو كنت زامط بيك عود انت عالي، مو كنت زامط بيك عود انت عالي، من خشمك انجريت انا وجهالي، من خشمك انجريت انا وجهالي، وجايبها على قد الحال، قلت بيها ارد اوفى الدين، جايبها الاخوات اليزيديات قلت على قد الحال، بيها ارد اوفى الدين، جايب هوسه مالت ناس فقره وعايشين بطين، جيتك يا ابو صقر مستحي وخجلان لان ما جبت حكي ثخين، المفروض اقعد واستكن بالدار واكتب عليكم من قبل شهرين، المفروض واكتب عليكم من قبل شهرين. اهلا وسهلا بكم، وإن الشرف بحضوركم تحضرون معنا هذا المهرجان. مهرجان هذا نقدم لكم عن تراث القديم، تراث البدوي. هذه يسمونها المشكة، يعني هاي يحطون بها اللبن ويخضونها. هذا المهد مال الطفل. هذه عندك هاي المباشر يدقون بها القهوة. هاي الرحى نجرش بها الحنطة مشان الخبز. هذيك الجرات مالات المي. عندك هذا المشط نمشط به الصوف، وهذا البيت بيت الشعر، ونفتخر بهذا البيت، بيت القديم هذا من راح ما ظل كل شيء، يعني هذا الآثار مالنا، آثار البدو، ولنا الشرف به، ونتشرف بهذا التراث، ونتشرف بهذا الحضور الجميع حضرت، وإن شرف بكل هالشيء هذا. المرأة دورنا جينا احنا نشارك بهذا لأن احنا قمنا نشارك بكل شيء، ونفتخر بهالشيء هذا، إن الفخر به. المرأة العربية هي اللي تمد بالغنم، هي اللي تحلب، هي اللي تخض، هي اللي تسوي السمنة، هي تسوي كل شيء، يعني هي الكل بالكل. مع الصفقة والعدة وعدها مثل الفرح، مثل الطهور، نسويها هيك مناسبات، عندنا بالافراح نسويها هي الدحة، باي مناسبة نسويها. هاي دحة عندنا يسمونها لعب، ودحة هاي نسويها عندنا احنا، هاي تقاليدنا. طير عقال الرجل، من الطير عقال الرجل ازلمه لازم يطلع من الدحة، من طلع من الدحة ما عاد يدخل بيها، يصير يفوت غيره، يفوت غيره، ومن زاد يطير عقاله زاد يطلع. ما طيرت لحد الان، طيرت مرة واحدة عقال واحد، صار عندي مو زينة وما اقدر عليهم، والحيل مو مثل اولي نقدر، هسه شوي تعرفين الحيل نعبدون كيف على هي الشغلات، كانوا ما زال عندنا هذا التراث ما نضيعه. وقت يصير عندنا مناسبات، اي مناسبه نسوي هيك. قصيده لكل الحضور، كل العشائر الحاضره، حتى ما حد يزعل علينا يقول قال على فلان وفلان ما قال عليه. كل العشائر طيب حقهم علي، كل العشائر طيب حقهم علي، الله محيي العشائر منين ما كان. كل العشائر طيب حقهم علي، الله محيي العشائر منين ما كان. عرب وكراد حضروا ويزيدية احتفال بعز وشرف بهذا المهرجان. يا هلا يا هلا بكل من جاي، يا هلا. القصايد والمدح لكم هدية، مهما يدور الوقت كنا اخوان. يا هلا وميت الهلا بالقوات العراقية، بوجودكم بالله الديرة بأمان. هذا الجمع يا جواد له الأهمية. اليوم فرحة فرحتين تنشال. الفنان عبد الجبوري والفنان سعيد الحسوني من محافظة نينوى. بالنسبة لشغلنا الثنائي، الجمهور يدري صار لنا فترة طويلة يعني في هذا الفن. احنا نغني الاغاني الشعبيه من الفلكلور الريف العراقي من الشمال الى الجنوب، والتوفيق من الله. طبعا الى اهالي نينوى خاصه والعراق عامه، هذا النسيج الوطني الجميل الذي يدل على المحبه والخوه بين كل اطياف الشعب العراقي. احنا اليوم في منطقه سنجار في مهرجان الربيع الثاني من بعد نينوى، الذي أقام في نينوى والآن أقام في سنجار. تحياتنا
الكل أهلنا في سنجار من العرب، الكرد، اليزيدية، الشبك، المسيحيين، كل النسيج العراقي. هذه المحبة موجودة في كل أطياف العراق من شماله إلى الجنوب، ونشكر الله على هذه المحبة. هذه المهرجانات الذي قاعدة تبادر بها كل الأطياف دليل على المحبة ودليل على الخوة ودليل أن العراق واحد موحد مع الناس، والحمد لله على هذا التكاتف، ونشكركم جميعا. محبة واحترام وطيب وكرم كله موجود في هذا الجبل الحلو في كل أطيافه، وسنجار يعني عراق مسقر والحمد لله. احنا نغني العتابة والسويحلي والنايل والدبشات من الفلكلور الريفي، المامر والزعلان والسية والدلعونة والموال، فهذه هي أغانينا يعني. الدرجات، بدأنا المسيرة الفنية من الطفولة، تلوعنا في فنانين قدامى غبنا لهم أسماء باع طويل بالفن، وصار عندنا تأثير بهم ومشينا على مسارهم. تحياتنا لأهل سنجار، تحياتنا لكل من شارك وبارك بهذا المهرجان، ونسأل الله إن شاء الله دوم الأمن والأمان. شكرا. احنا سعيدين جدا اليوم أنا وأخويا الفنان عبد الجبوري اللي حضرنا هذا المهرجان، وحضرت كافة العشائر العربية والكرد واليزيدية، وهذا دليلا على المحبة، وإن شاء الله المحبة تصير أزيد ونظل أخوة دائمين، وإن شاء الله ماكو فرق بين السني والشيعي والتركماني وكل البدايد العربية. احنا نتشرف بهذا الجمع، هذا الجمع، وتحياتنا لأهلنا في سنجار بأن احنا نبقى أخوة طول المدى، نبقى مع أهل سنجار أخوان، أهل سنجار أخواننا وإحنا أخوانهم، وشترة سنجار احنا مع سنجار، نينوى مع سنجار، وسنجار مع نينوى، العراق واحد. المهرجان مهرجان محبة، هذا جمع العشائر، يعني حتى الإنسان اللي ما يريد حضر في هذا المهرجان في سبيل يشوف صديقه، يشوف أقربائه، يا هذا جمع الناس، يعني مهرجان حلو، واحنا نتمنى لكم الخير والموفقية إن شاء الله بهذا المهرجان، وإن شاء الله دوم تقدرون على هاي الشغلة. هاي شغلة حلوة، شغلة طيبة، ما بها مبادرة حلوة الكل العشائر والكل العراقيين، فنبقى احنا مع سنجار أخوة إن شاء الله، وإن شاء الله دوم العراق منصور بعون الله. يشمروا عنيسة والعادية، يشمروا البقرة والعقيدار، كل السادة البقرة والعقيدار، عبد غلب سوريا الكل بالوادي، خلى الشباب بنار وتجلب حصر. هذه شغلتهم يعني الربابة والقهوة والاجتماعات الطيبة، أيوة سلامتك، ورسم الخيل ومشي الليل. وانا طولت العمر من سبيب الخيل الاصايل، من شعر يعني من شعر شليله الفرس، مثل هالخيل اللي نزلناها. ايوه، ويحطونه ملح حتى ما يتقطع الشعر، ويبسونه يعملونه على الربابه وتقوم تلعب الربابة. ربابة يعني للكيف، تخبرين اللواعيب يلعبون عليها، يسوون البداوة مو لواعيب يعني رهيبين. اي تعال يا انا كبر الجاهل هذا. اي والله علمنا رحمة حويدر، هذا رحمة عابد، ابو خالد هذا، يعني دخلنا عليه دوره انا ومرعى القيضي نجحنا بالدوره، ورحمة عابد
اي بالله. انا كبر الولد هذا والله. اكو شاعر يتونسون عليه مثل المجتمع الطيب هذا، يتصنتون عليه على قصيده ويلعب عليه. والقصيد زي اللي قال القصيد به معنى مقصود على شخص معين. نعم، مو معنى يقصد على الرجال الفريس، يقصد على معاني كثيره، وعلى القهوه. الاخبار اللي ننقلها سابقا والله يا جماعه شوي الاخبار تنقل عن طريق الربابه. تنقل عن فلان الشيخ قصيد تصل عن طريق الربابه، يرسلون عليه او توجد بهالبيت عند الشيخ او عند المختار بالساسر معلقه، يجي مثل جنابك جناب الحاضرين اللي يعرف يلعب عليه، اقضبها رجال تبحر به، يقوم يقول عليه وسلامتك مال النعمه. كيف اذا كو كيف الربابه موجوده، ماكو كيف ما من ربابه. بالافراح اي بالافراح اي بالشغلات الاخرى لا، تلغي هي والقهوه بس بالافراح. بس بالافراح. الشاعر ماله بس الشاعر اللي يدق عليه بس شنو السبب؟ بس الشاعر مثلا واحد من القاعدين قال اعطيني انا اريد ياخذه هو يقول عليه، هو ياخذه هو بيدي هو يقول عليه. يحبون اي شيء يطري على بالك، اي شيء يطري على بالك على الربابه. اي سلامتك. زين هم ذنبات الاسبوع مس الربابه هم تضوجون عليها يعني تشتاقون لها؟ لا تشتاقون لها مثل السجاير؟ لا هذا سارح بباعر وهذا سارح بقلمه، وهذا ما عندهم الا وقت الفرصات. زين تعتبرونه تاريخ قديم هذا تاريخيه، تاريخ قديم. نعم. صرنا احنا ما لحقنا عليه العصور القديمه. اي نعم. انت لحقت لنا هذول؟ لا والله يا ابوي انا بهذا ما لحقت، وناس دهاوي بلاوي. الحين غل خبر، اكو فواتح واكو مشاكل، الناس تركته هالشكل. اي اكو فرق، ما جلد الذيب اكو فرق. اي لانه تجاوب. اي وجلد الحيوان ما يصير، جلد صقر، جلد عزز، جلد ظبي، ما ادري شنو ما يصير. زين والتنك؟ جلد التنك خير من الجلد اذا عليه شعر. اي ترد تجاوب، بس هذيك تجاوب اكثر. جلد الذيب وحب التنك اذا عليه شعر. اذا عليه شعر اصلي. اي لا تجيبه صقر أحد وجهاء المنطقة العربية اللي موجودة في جبل سنجار. السبب من هذا الاحتفال هو لإحياء التراث العربي القديم الذي انعدم تقريبا في القرون الماضية بسبب الصراعات التي مرت بمنطقتنا، منطقة سنجار وبالعراق عامة. أما هسه بدأنا بإحياء ذكرى للتراث العربي القديم، لأن هذا التراث بصراحة نفتخر به كأنه تراث من آبائنا وأجدادنا ورثناه، ودائما نستذكر هذا المهرجان في كل عام وآخر إحياء لشعرائنا القديمين، لآبائنا القديمين الذي ورثوه لنا. مع هذا أن هسه احنا محضرين تقريبا حفلة أيضا بالمنطقة بعد ساعة إن شاء الله تبدي. هذه الحفلة سببها يعني ذكرى للاحتفال العربي أو للتراث العربي اللي موجود بالمنطقة هذه. فهذه الوضعية احنا مو أول مرة نسويها، يعني في كل عام نسويها. تعتبر كمهرجان ربيع، يعني كمهرجان ربيع في هذا الوقت نسويها إحياء لذكر العشائر القديمة والعريقة التي لها تاريخ، لإحياء ذكر العرب مرة أخرى، بل حتى اليزيدية أيضا، يعني لجميع العشائر. فاحتفالية إن شاء الله اليوم تصير الاحتفالية تنص على التراث العربي واليزيدي القديم الذي يتواجد في هذه المنطقة. وهذا الشغلة ما أخذناها اختراع يعني جديد، إنما هو تراث قديم يعني من دور الأب والجد. احنا محضرين بهذا المهرجان خيول للسباق،
للشباب سباق بالخيول. طبعا اكو فرقه لإحياء الحفل ومبارزه بالسيف وتراث عربي قديم كالخبز عصاج او الحب مال الماي او حتى الفانوس القديم اللي موجود. كل شيء قديم بهذه الذكرى احنا نجيبه نحتفل به لانه من تراثنا العربي القديم. مثل هذه القديمه هذه من دور الاجداد يعني موروثه ولحد الان نحتفظ بها هذه لانها نعتبرها منطقه حاجه تراثيه قديمه نفتخر بها ونحتفظ بها. البندقيه هذه قبل كانوا يستخدمونها للصيد وحاليا ايضا للصيد بس على طول عمرها او كبر عمرها لازلنا نحتفظ بها نعتبرها شيء نحتفظ به يعني ونفتخر به لانه قديم. اللي ورثناه من الاباء والاجداد هذا السيف عمره اكثر من 140 سنه. كان الاحد الشياب اللي موجودين هنا اسمه هلال العاقوب هذا سيفه طبعا اكثر من 140 سنه هذا السيف هذا عمره. فهسه احنا من يبدا احتفالنا ان شاء الله تبدا المبارزه بالسيف على الخيول بالاضافه الى الشغلات القديمه في الفرنساوي. هذا البارود ايضا هذا الشايب اللي تركه من اكثر من 140 عام احتمال يصير رمي للنيشان او كذا. والمبارزه بالسيف على الخيول مستمرين بها مستعدين ان شاء الله لاقامتها وان شاء الله الحفل ناجح بوجودكم ووجود الناس الخير الموجوده. بالبداوه او بالعشائر نفس التراث ما يختلف اي شيء. نفس التقاليد اللي موجوده بالعراق عندنا موجوده بسوريا موجوده بالاردن بالسعوديه بالاخص بدول الخليج يعني. اما اكو دول يعني شويه تحضرت من مواضيع ولكن التراث العربي القديم يبقى ولكن شويه صار به يعني مو بكثره قبل شويه صار به الوضع يعني اقل ببعض الدول يعني. مهرجان ناجح واحنا نفتخر به ونعتز بهيك قيم دائما نستذكرها في كل عام حتى دائما نتذكر الهدف منه الرئيسي حتى دائما نتذكر ابائنا واجدادنا وتاريخنا العربي الاصيل حتى ما ننساه ابدا. جاي نضيف من غير مكان من منطقه بعاج بكل مكان جاي نضيف بلا ماكو اي شيء الا الخير واحتفال ناجح ان شاء الله. احنا دعيناهم لحضور التراث البدوي العربي القديم يعني وهم هذا الشغله ايضا يعني قايمينها في مناطقهم ولكن دعونا ودعيناهم. نهيب من هذا المكان على اطفالنا انهم يسلكون نفس النهج هذا النهج التراث القديم لانه تراث عربي اصيل ولا نستطيع الهروب منه او التخلي عنه وان شاء الله على نهج الاباء والاجداد وعلى نهج العشائر اللي موجوده بالمنطقه مستمرين وساعين بعملنا ان شاء الله. ونطلب من الله ان يحفظ العراق واهله والدول العربيه وان يدوم الامن والامان في عراقنا الحبيب. حيو